السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. زي كل حلقة وزي ما عودتكم بنبدأ حلقتنا بسؤال بيكون مهم، وهو اللي بيدور حوالين موضوع الحلقة. سؤالنا النهاردة: يا ترى ايه اللي بيخلي في بيوت مطمئنة وفي بيوت تانية كلها قلق وتوتر؟ يعني بيكون نفس الشارع، نفس الظروف، نفس البلد، بس تلاقي بيت كده اول ما تدخله تحب تقعد فيه، وبيت تاني تحس فيه بالكتمة وبالخنقة. يعني ما بيبقاش من العفش ولا الديكور ولا التنظيم، ده في حاجة اعمق من كده بكتير. في حاجة كده روحانية بتحكم دايما البيوت دي. طبعا انا مؤمنة ان الطمأنينة دي مش بتيجي فجأة، دي بتيجي نتيجة حاجات صغيرة بنعملها كل يوم. عندنا النهاردة 7 أسرار، لو كل واحد فينا طبقها بحب وبصدق هتحس بفرق كبير قوي في حياتك. بيتك هيبقى جنة صغيرة على الأرض. أول سر يا جماعة: القرآن في البيت. في ناس بتقولك أنا مش بعرف أقرأ القرآن كويس. طب اسمعوا، شغل سورة البقرة، شغل آيات كده تحس فيها بالراحة. البيت اللي فيه قرآن ده بيت بتحضره الملايكة وبتطرد منه الشياطين. انا جربت ده بنفسي. مرة كنت حاسة بخنقة كده مش طبيعية، مفيش سبب واضح خالص. شغلت سبحان الله القرآن وسبته شغال وانا بشتغل في البيت. بعد شوية كده حسيت ان الجو نفسه اتغير، النفس اتغير، ريحة البيت كأن في كده هوا نضيف دخل. خلي ورد ثابت من القرآن، لو حتى صفحة في اليوم. قول لولادك يسمعوا معاك. القرآن يا جماعة مش بس عبادة، ده أمان، أمان لقلبك. تاني سر: الصلاة في البيت. مش بس الفرض، خلي فيه سنة، ركعتين قبل الفجر مثلا، ركعتين بعد المغرب. دول بقى بيخلوا البيت كله بركة. والأجمل ان انت تخلي في البيت سجدة، سجدة بتحكي فيها همومك، سجدة تشكر فيها لربك، سجدة تبوح فيها بكل حاجة مش قادر تقولها لحد. والله في سجدة واحدة ممكن ربنا يغير لك بيها حال بيتك كله. تالت حاجة: الذكر الذكر الذكر. لسانك يفضل دايما عامر بذكر الله سبحانه وتعالى. وانت كمان وانت بتطبخي وانت بترتبي بيتك وانت بتسوقي عربيتك قولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قولي لا حول ولا قوة الا بالله. قولي استغفر الله العظيم رب العرش العظيم واتوب اليه. عارف لما تبقى ماشي في البيت ولسانك كده شغال، بتحسي ان البيت نفسه عايش معاكي. كل ما يزيد الذكر كل ما القلق يقل والتوتر يروح والمشاكل بتتحل بطريقة مش منطقية سبحان الله. بعد كده او رابع سر: نتجنب الغضب والمعاصي في البيت. يعني في بيوت طول الوقت فيها صوت عالي وخناقات وشتايم وعصبية. المشكلة يا جماعة ان ده بيأثر على الروح، بيأثر كمان على الصحة النفسية، على الأطفال، على كل حد جوه البيت. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنا. مش كفاية نقول كلام حلو للناس، لازم أهل بيتنا أولى جوزك وولادك يستحقوا منك صوت هادي، كلمة طيبة، صبر، حتى لو هم مش بيقدروا ده. بعد كده خامس حاجة: طرد المعاصي من البيت. أنا مش بقولك امنعي كل حاجة في لحظة، بس خدي خطوة. لو في أغاني على طول بدليها بشيء في ذكر لله. لو في مسلسلات بتبوظ القلوب قللي منها وبدليها بحاجة تبني قلبك مش تهده. لو في نميمة بتحصل كل يوم حاولي انك تقطعيها من البيت. المعصية يا جماعة في البيت عاملة زي النار في القماش، بتاكل الطمأنينة واحدة واحدة من غير ما بنحس كده. سادس سر بقى يا جماعة: الدعاء المستمر للبيت وأهل البيت. يعني في ناس بتدعي بس بره البيت، في المسجد أو بعد الصلاة. جرب بقى تدعي وانتي بتعملي طلبات بيتك، وانتي بتحضري أكلك. قولي يا رب اجعل بيتي جنة، يا رب سكن قلوبنا، يا رب بارك في زوجي وهديلي ولادي واملى بيتنا رضا يا رب. الدعاء جوه البيت يا جماعة بيغير الأقدار، بيبني كده حوالين البيت زي سور من رحمة ربنا. سابع حاجة: الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الصلاة على النبي في البيت، والله العظيم البيت اللي فيه صلاة على النبي بيت مختلف. مجرد ما تبدأي كده تقولي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، بتحسي برقة كده، برقة في قلبك، برقة في بيتك. بتحسي ان البركة بدأت تدخل، الرحمة بتتساقط كده عليكي كأنها مطر خفيف. النبي صلوا عليه قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يعني ممكن تبقى أقرب واحد للنبي لمجرد ان انت بتصلي عليه في بيتك. خلي ولادك كمان يتعودوا على ده. قولي لهم اللي هيصلي على النبي 10 مرات ليه دعوة حلوة. ربيهم على حب النبي،
ربنا هيربيهم لك على الطاعة والبركة بإذن الله. دلوقتي بقى عايزاكي تقفي وتفكري ايه اول سر ان شاء الله هتبدأي بيه. انا مش بقولك طبعا السبعة في يوم وليلة، لا، ابدأي بحاجة واحدة وشوفي اثرها عليكي.